تخيل كده إنك تصحى من النوم وكل اللي حاسس بيه حرقان في صدرك مش مجرد ألم عادي، ده بيزيد مع الأكل ومع النوم حتى مع الكلام مش قادر تتنفس براحتك، كل حاجة بقت متعبة. ده بالظبط اللي بيحصل مع ارتجاع المريء اللي بقى أزمة صحية لكتير من الناس وخصوصا الأمهات دلوقتي. لو انت بتعاني من المشكلة دي مش لوحدك، ولكن الأهم إنك تعرفي تعملي إيه علشان تريحي نفسك قبل ما يتحول لألم مستمر يسيطر على حياتك. في شوية نصايح هتساعدك تخفف من الأعراض. إنك تاكل وجبات صغيرة على مدار اليوم بدل ما تاكل وجبة كبيرة، قسم أكلك لوجبات صغيرة علشان ما تضغطش على معدتك. خلي بالك من الأطعمة المزعجة، حاول تبعد عن الأطعمة الدسمة الحارة، الشوكولاتة، المشروبات الغازية والطماطم. خد راحتك قبل ما تنام، خلي بين آخر أكلة والنوم وقت كافي ويفضل يكون 3 ساعات على الأقل. ارفع راس السرير لما تنام، حاول ترفع راس السرير أو تستخدم مخدة عالية علشان تقلل من الارتجاع. بلاش تدخين، السجاير مش بس مضرة لجسمك كمان بتزود الارتجاع، فلو بتدخن حاول تبطل. خليك في الوزن المثالي، لو وزنك زايد حاول تخففه لأن الدهون بتضغط على المعدة وبتزود المشكلة. البس لبس مريح، حاول تلبس ملابس واسعة مش ضيقة علشان الضغط على بطنك يبقى أقل. اشرب سوائل بكميات معقولة، حاول ما تشربش كميات كبيرة من السوائل أثناء الأكل لأن ده بيزود الضغط على معدتك. إنك تستخدم أدوية لو لزم الأمر، لو الأعراض مش بتروح استشير طبيبك واطلب منه أدوية مناسبة زي مضادات الحموضة. ولو الأعراض مستمرة أو متعبة يفضل تروح للطبيب علشان يحدد لك العلاج المناسب ليك. وربنا يحفظكم ويسعدكم.